ريمو نبيل ازيكم؟ ايه الاخبار؟ زي الفل. زي الفل. عملتوا ايه النهارده؟ صحينا الصبح وجينا على هنا رواشه، جيني روش. نفس اللي هو قايله بالظبط. اوكي. طيب اخبار الفريلانسنج ايه بقى عندكم كده؟ لذيذ. لذيذ. هو لذيذ يعني، مش هنقدر نقول غير كده، هو لذيذ. انا عايز كل حد فيكم يقول لي ايه اغرب مكان اشتغل منه. اقرب ايه؟ اغرب مكان اشتغلت منه. كنت في مجلس النواب جوه القاعه كلها المدوره دي والنسر ورا والمايكات اللي طالعه والمايكات بقى، وقعدت الف على المايكات كلها عشان اعدلها تبقى محطوطه كده كلها. بس انا كنت خايفه من اول ما دخلت لحد ما مشينا، ومش عارفه اقول اكشن ومش عارفه اقول يلا نمشي ومش عارفه اقول اي حاجه. يعني انا بالنسبه لي عشان كان عندي ستوري بورد ولازم اسلمها، كنت راجع من سفر وفي العربيه، فانك ترسم وانت في عربيه تترجرج كارثه. طيب ايه اكتر حاجه غريبه اتطلبت من كلاينت منكم وكنتوا مستغربين اللي هو وعملتوها له وخلاص يعني؟ اقول قول. السنه اللي فاتت دخلت نمت الساعه 1:30 عادي، خلصت كان عندي كام حاجه كده بخلصها، ودخلت نمت الساعه 1:30. المهم نمت، فسامع الواتساب جنبي عمال تيتين 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 مسجات. قلت انا مش هقوم ابص اصلا، اكيد حد من صحابي يعني بتاع بيبعت حاجه او جروب ولا حاجه. تمام، تيتين تيتين وما قمتش. بعد ربع ساعه ولقيت التليفون بيرن، فقلت بس ده واضح ان في حوار بسبب المسجات. قبل ما ارد فببص مين اللي باعت، لقيت نمره غريبه وواحده بتعرف نفسها واحنا كذا وبتاع وعايزين نشتغل معاك. بس شغل ايه الساعه 2 الا ربع يعني؟ هو موضوع غريب جدا. فرديت لقيت بنت منهاره عياط، منهاره بجد، منهاره. هاي. معلش انا عارف ان انا بكلمك، معلش انا عارف ان انا بكلمك وقت. فقلت لها هو في؟ قالت لي احنا عندنا اعلان، كان الكلام ده يوم الاثنين، عندنا اعلان وهنصور يوم الجمعه عايزين ستوري بورد تبقى معانا يوم الخميس. فقلت لها ماشي انا ما عنديش مشكله، بس انا ما اعرفش. قلت لها تمام. قالت لي بس هم 90 فريم. قلت لها فقلت لها الساعه 2 الا ربع يوم الاثنين وانت عايزه الستوري بورد يوم الخميس؟ ده صعب. 90 فريم انت وانت يعني احنا الصبح خلاص الثلاث، يعني لو هبتدي شغل ابتدي الثلاث. قالت لي عشان خاطري والله انا مستقبلي بيدي. عياط، انهيار. هي بنت بتنهار والله العظيم، وما انت اللي هتنقذنا والله العظيم انا ما اعرفش ايه. فانا قلت لها بصي استحاله ارسم 90 حرام فريم. عليك، كسرت بقلب البنت. ما هو انا هقول لك بقى، ما هي برضو يعني اعمل ايه؟ ما هو برضو الوضع كله غريب ومريب. فقلت لها طب انت معاكي؟ قلت لها فبقول لها، قالت لي طب اقول لك مين الكلاينت؟ فقالت لي، فلما قالت لي الكلاينت هو كلاينت حلو واعلانه هيبقى ليا حلو جدا وهينزل في رمضان والدنيا كانت لذيذه. فقلت لها ماشي. فبدات اجيب ورا سنه. فالمهم انت برضو كفريلانسر انت في وقت كده ما عندكش اوبشن اللي هو انت ترفض. انت عايز شغلانه جات لك الساعه 2 الا ربع بالليل، فربنا باعت لك فلوس دلوقتي. فاللي هو بس مش 90 فريم برضو. ده لو اي دخلت كتبت مش هطلع لها البتاع بياخد دقيقه. المهم قلت لها طب انت معاكي بريف؟ قالت لي لا. كمان قالت لي هنديهولك بكره الصبح. قلت لها ماشي. قالت لي بس انا بتكلم معاك عشان ايه؟ طبق بقى تقعد اللي هو بس اخد منك انت هتاخد كام كذا كذا. الدنيا تمام ونمت. خلاص ما هتكلمني بكره فخلاص. بس انا قلت لها انا مش هقدر اخلص لك ال 90 فريم يعني. انا قلت لها انا هحاول اوصل لك لاعلى حاجه. لقيتها بتكلمني 7 الصبح. قلت جابت البريف. هاي بتعيط برضه. العظيم اللي هو قلت لها، قالت لي انت معانا؟ ها؟ قلت لها والله معاكم، انا معاكم، انا تمام. جبت البريف؟ قالت لي لا بس انا بتكلم عشان اللي هو اطمن بس ان انت معايا. قلت لها انا سؤال بس، سيبك من اي حاجه. انت بتكلماني الساعه 2 والساعه 7، انت مش بتنامي؟ قالت لي اصل احنا بنصور والله العظيم الموضوع صعب قوي. قلت لها طيب تمام خلاص. قالت لي مساعده المخرج هتكلمك الساعه 12. تمام. انا كل ده وقت عمال يتاخد وانا مفيش. المهم الساعه 12 جت ما كلمتنيش. رحت بعت لها قلت لها بقول لك ايه، انا لو الشغل ما جاليش دلوقتي انا مش هشتغل. قالت لي لا والله
البنت هتكلمك دلوقتي. البنت كلمتني فعلا، ادتني البريف واشتغلت، بس اللي هو ايه الموضوع ما ادتنيش بريف كامل، كانت بتبعت لي الحاجه متقسمه تك تك تك، فكنت بشتغل لحد بقى جه يوم الخميس. انا اصلا يوم الخميس كنت مسافر كمان، فاللي هو اشتغلت من السفر اللي انا كنت فيه، كنت بعمل شويه ايديتس بس ما عملتش 90 فريم طبعا، عملت بتاع 70 يعني. طب حلو والله. 70 حلو قوي يعني برافو. يعني الحمد لله، بس ده كان بالنسبه لي موقف انجاز يعني. أصلاً. ماشي، انا من اغرب المواقف اغرب بقى طلب من مخرج من كلاينت. يوجولي حاجات مع حيوانات، يعني ما بتبقاش مع بشر ابدا. فكنا بنصور سات وعندنا سلندر كده في النص، السلندر دي متخرمه وجواها لمبه وبتلف والدنيا هيز وبنت زي القمر واقفه وبتبص لنا كده، والمفروض ان انا عندي ستاند بتاع صقر والكاميرا اوريدي محطوطه على تراك يعني نص دايره، الكاميرا رايحه كده كده، والصقر المفروض يتحط في حته معينه ويبص للكاميرا. الصقر هو اللي يبص للكاميرا؟ لازم. اوكي. بس فانا سمعت في نص الشوت الصقر ما بيبصش للكاميرا ليه يا ريم؟ طب انا المفروض اعمل ايه؟ انا حتى لو بسبست له مش هيبص، ما فيش، مش عارفه اعمل ايه خالص. ففضلت واقفه ورا الكاميرا في وش الصقر بحاول اعمل اي حاجه في الدنيا عشان الصقر يبص في الكاميرا، يعني انا ما كانش عندي اي اوبشن تاني ومش عارفه اعمل ايه. طب عمل كده ولا لا؟ يعني مثلا بعد المره ال10 عملت ايه؟ طب بص. والنبي قولي لنا عملت ايه عشان تخليه يبص؟ بتشقلب بقى بعمل حاجه كده، اي صوت اي حركه اي حاجه، بس اللي هو بص بص بص. وانتوا مشغلين الكاميرا الدايره كل حاجه بتلف كل حاجه عشان مستنيه اول لما والبنت واقفه، يعني البنت اكنها بومرانج عماله تعمل كده وكده اوكي كده وكده. احنا كلنا مستنيين الصقر يبص في الكاميرا بس، والمخرج بيتخانق معايا ان الصقر ما يبصش في الكاميرا، وقلت له انا مش عارفه اعمل حاجه، يعني انا الموضوع مش في ايدي بس. فدي كانت من اغرب الحاجات، وكلها بقى حاجات تانية مع حيوانات. طيب ايه اكتر بقى خناقه غريبه حصلت بسبب شغل مع كلاينت او مع مخرج او مع حد كنت انت شغال معاه حصل ما بينكم خناقه كبيره جدا؟ كان في خناقه مع كلاينت بره مش مصري، يعني مش عايز اقول البلد عشان المهم برضه نفس الفكره. يعني مشكله ان انت فريلانسر ده هو فاكر ان انت قاعد فاضي بقى، ما بتعملش حاجه، انا هكلمك دلوقتي تجيب لي حاجه دلوقتي ماليش دعوه. والتانيين دول برضه هم مش يعني مش نفس الدماغ هنا، فهم برضه مش فاهمين انت فريلانسر. هم قالوا لي ان انت فريلانسر فانت فاضي تمام. ف كنت بعمل حاجه تبع الحكومه عندهم، يعني حاجه، فهم بعتوا لي موديل كده في كل حاجات الحكومه المفروض انت ايه تستخدمها، يعني شكل المباني، شكل الجبال، شكل اسمه ده الشوارع، العربيات تمام. فبعتوا لي، فانا عايزين هرسم ستوري بورد الاول، وبعد كده قبل ما ابتدي بقى ارسم ونحرك ونعمل الموضوع تمام. فالمهم انا راسم في يعني احنا بسم الله الرحمن الرحيم اول شوت في نخلتين وفي ايه صقر بيعدي ما بين النخلتين برضه صقر برضه نفس الصقر معانا نفس الصقر ايوه. فالمهم الصقر بيعدي بين النخل، رسمت تك 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 كم فريم وبتاع، عملنا ميتنج زوم بجد. هم سايبين انا انت في ستوري بورد حاجه زي انت بترسم حاجه كروكي كده عشان توري لهم بس شكل مبدئيا يعني لا انت مش بتفاينل حاجه، انت بتوري له بس الصقر هيمشي كده هيخش كده يلاقي كده. هم اول شوط شايفينه نخلتين وفي صقر تمام. فاول هم سايبين كل حاجه بجد، سايبين كل الستوري بورد 15 فريم، والراجل قاعد معايا نص ساعه، والله نص ساعه، دي مش النخله بتاعتنا بجد. بقول له انا هرسمها لك، يعني انا هرسمها لك في الاخر، هرسم لك النخله اللي انت باعتها لي انا، بس مش هخبط لك. نتكلم ونرجع، بس لو سمحت دي مش النخله بتاعتنا يا سيدي. ماشي والله هزرعها لك هعملها لك. المهم نتكلم. المهم ايه تاني مره انا قلت خلاص فهم، عدل شويه حاجات في الستوري بورد اساسيه يعني. رجعنا بعت الستوري بورد تاني، رجعت انا قلت لك دي مش النخله بتاعتنا. قلت له انا مش بتكلم على نخله خالص، انا بتكلم على المنظر بس. المهم ايه، وانا قاعد بتكلم ورحت ايه فاتح البتاع، ورحت جايب الموديل اللي هو بعته لي، رحت واخد صوره من النخله كوبي بيست حطيتها له وبعتها له. قلت له انت تمام كده؟ قال لي تمام. خناقات صح كده.
ما افتكرش خناقات قوي بصراحه، يعني ما اظنش ان انا كان عندي خناقه مع مخرج قبل كده، يوجوالي بنتفق باي فور يعني. بس دايما الخناقه بتبقى مع البروديوسر، اللي هو انا باخد البريف، طب ريم احنا 15 ساعه وهو مديني اعلان يومين تصور في يومين، يوم تصوير 15 ساعه، اقول له طيب هو ده 24 ساعه، وبما اننا في مول فاحنا اكيد الدنيا هتبقى اوسع من كده بكتير. 15 ساعه، فضلنا اسبوعين هو بيقول 15 ساعه وانا بقول 24 ساعه عادي جدا، وبنفضل كله هو على كلمته وانا على كلمتي ومحدش بيغير كلامه ابدا. ولحد ما تخش يوم التصوير رحنا التصوير وجوه التصوير بيقول لي احنا 15 ساعه. طب اعملها ازاي حضرتك؟ انت بتتحرك اهو معانا، يعني انت بتتحرك. لا هو ما فيش، هو مش مقتنع، هو احنا 15 ساعه. بصي هسيب لك لل 16، هتسيبهم لي انا مالي، انا ماليش دعوه، افتح لي المحلات وانا هصور. بس سلمت عليه في اخر الشوت بعد ما احنا تمينا 24 ساعه كلنا مع بعض، والله قلت له ايه رايك في ال 24 ساعه؟ فقام بص لي صورناش اصلا 24 ساعه. لا والله بجد احنا مش شايفين قدامنا. فيوجوالي دي خناقتنا دايما بتاعت مواعيد. طيب بما انكم شغالين فريلانسرز فما فيش وقت للشغل، دايما احنا شغالين اصلا، وفي النص بيبقى فيه اوقات هي اللي بيبقى فيها بريك. فازاي بقى بتتعاملوا مع الورك لايف بالانس، اللي هو في اهل، في صحاب، في مناسبات، بتعملوا ايه بقى؟ ازاي بتوازنوا بين الاثنين؟ اتفضل. لا والله والله كل مره بتيجي طب خلاص ماشي. في الاول الموضوع كان صعب، كان اللي هو الواحد مش فاهم المفروض يعمل ايه، طب اروح الفاميلي ايفنت ولا اروح الشغل ولا اللي بيكلمني، الموضوع موتر. بس مثلا بعد سنه او الثانيه خلاص الواحد بيعرف يعمل بالانس سامها، وبيبقى عارف هو بيشتغل امتى في السنه وما بيشتغلش امتى في السنه. ولو في ايفنتس معينه انا اي بوكت اكنه يوم تصوير، فرح بقى واحده صاحبتي، كاتب كتاب، حد بيولد، فالحاجات دي كلها بحجزها في الكالندر كلها. بص انا عندي وجهه نظر في الموضوع ده شويه، بحس ان هو يعني انت عايز تعيش الحياه دي، فانت هتاخد حلاوتها والوحش بتاعها. والوحش بتاعها. فانا بشوف اصلا ان الفريلانسر، انك تبقى فريلانسر بتعلمك قيمه حاجات كتير قوي في حياتك انت كنتش تاخد بالك منها، بتعلمك قيمه وقتك، قيمه صحابك، يعني قيمه حاجات انت كنت عمرك ما مش هتركز فيها طول ما انت شغال. بتعرفك مثلا ان انا لو انا مثلا زي ما هي كانت بتحكي مثلا يوم فرح، فانا عارف ان انا هروح ساعه، بس الساعه دي حدي فيها قوي علشان الساعه دي مهمه جدا، الساعه دي هي نفس الساعه اللي انا هشتغل فيها، هي بتعرفك قيمه وقت انت عمرك كنت تاخد بالك منه في الحياه يعني. طيب ايه اغرب بروجكت اشتغلتوا عليه؟ اوكي كنت عامل يعني لو حاجه حصلت غريبه احكي لك اللي حصل غريب. اوكي. كنت شغال مع نادي، اول نادي اسم النادي عادي. كنت شغال مع نادي الجون. تمام. في نادي انت في بالنسبه الجونه لك تماما؟ انا تمام. لا كنت شغال مع نادي الجون. فالمهم فهم بيعملوا قبل السيزون كده، جم اخترعوا قال لك احنا هنعمل زي بره كيت ريفيل للتيشيرت الجديد بتاعنا وبتاع، وكانوا جايبين عليه سبونسر جديد. فانا ايه خلاص بقى الفيديو احنا المفروض بعد بكره، المفروض الفيديو ينزل بعد بكره. تمام. فانا بقى بعت للبنت فبقول لها مريم احنا ايه فين الحاجات الريل اللي اتصورت عشان اعمل لها احطها في الاخر. فقالت لي انا عايز اقول لك خبر مش لذيذ. قلت لها ايه؟ انا لا هو بجد الفيديو ده كان عاجبني جدا، انا كنت عامله يعني تمام. فقالت لي مش عايزين ننزلوه. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان هم كانوا جايبين البدل بتاعت ماني هايست دي من بره. تمام. وما جاتش، اتاخرت. قالت لي ما جاتش البدل، ما جاتش، مش عارفين نعمل ايه. قلت لها مش مشكلتي، انا بجد مش مشكلتي، انتوا اتصرفوا ونزلوا الفيديو ده. انا بجد قلت لها انا تعبت فيه جدا، انا بقالي اسبوعين شغال فيه، وبجد الفيديو ده اتصرفي. قالت لي طب ما تزعلش بتاع، هنحاول وما اعرفش ايه. تمام. قالت لي جابوا ترزي عمل البدل بجد، ظبطوا الدنيا وكل حاجه تمام. جابوا حد بقى ان هم كانوا مستعجلين جدا يصور، التصوير طلع كارثه، مصورين وحش جدا يعني. فراحت بقى تاني يوم في خبر وحش، التصوير طلع وحش جدا. الترزي ظبط بس يعني الوضع اتغير. يا مريم استحاله، انا قتيل، انا لا مشكلتي ترزي ولا مشكلتي حد يصور، انا خلصت شغلي، حرام مجهودي ده. انا قلت لها مش عايز فلوس بجد، بس حرام انا شغلي ده ما ينزلش.
فقالت لي طب سيبني احاول ما اعرفش ايه وبتاع. قلت لها طب ممكن تبعتي لي اللي اتصور وانا هحاول اظبط اي حاجه عليه يعني. المهم قالت لي هبعت لك وانت خلصه وانا هحاول اوريه لهم بعد ما يخلص عشان يفهموا الدنيا. بعتته لي فعلا وقعدت اظبط وبتاع، وهي فضلت بقى تقنع يعني صاحب الكول يعني في القصه، واقنعته يعني. بشكرها الصراحه ان هي تعبت معايا بالفيديو. الفيديو نزل والحمد لله بعديها اكتشفنا ان هو خد طلع يعني كان في ويب سايت عامله من احسن 10 كتر دي اللي اتعملوا على مستوى العالم يعني. ماشي. انا عاده ما بيحصليش برضو حاجه غريبه، بس انا بتحط في موقف غريب كتير قوي. يعني كنت بعمل اعلان مره، المفروض ان وش الولد هنعمله راس الين، فجايبين الميك اب افكتس وعملنا تيست قبلها بكام يوم وي فالولد هيبقى مش شايف. لما هنحط الميك اب هنلبسه كوره كده كبيره قوي هنا بالعينين المدوره الكبيره بتاعتها، وهندهنه الولد اخضر كله. فمجرد ما الولد هيلبس هو مش شايف. الشوت بقى بتاعه، الاكشن شوت بتاعه في الاعلان، ان هو المفروض ولد واقف جوه البيت وبياخد خطوتين. احنا من جوه البيت شايفين وشايفين باب الشقه. الولد بياخد خطوتين ويفتح باب الشقه ويخرج يكلم الدليفري جاي. فهو لما بيمشي ما بيعرفش يظبط خطواته عشان يقف في البوينت المعينه علشان ياخد نوره، علشان تفاصيل كتير. ريم فين بقى؟ ريم فين؟ حد عنده اجابه؟ وراه بقى ريم تحت على الارض يا لهوي ماسكه رجليه الاثنين بتمشيه. قلت له انت ما تتحركش، انا اللي هزق رجليك. اوف. فانا نايمه على بطني وماسكه رجليه. يلا يا جماعه احنا اكشن. 1 2 3 4. لا يا ريم ما ظبطناش، ما وقفش في النور، سوري يا ريس، يلا بينا تاني. فانا قضيت مثلا 45 دقيقه من عمري انا ماسكه رجلين الولد بدخلها وبخرجها علشان ناخد الشوت صح. طيب بتتعاملوا بقى ازاي مع البارتنر بتاعكوا في ده؟ يعني لو واحده مثلا معاك هي بتشتغل، او الناحيه التانيه برضو واحد عن، يعني بتعملوا ده ازاي؟ بتتكلموا معاهم ازاي؟ بيفهموكوا ازاي؟ انا بكل صراحه ما عنديش مشكله برضو في الموضوع ده. طب كويس. يعني انا البارتنر عندي بيشتغل برضو في نفس الشغلانه، بس الموضوع ليفل اعلى شويه. هو ستاند كوردينيتور المفروض، فبيعمل حوادث عربيات، بينط من الدور الثالث. فانا عندي ولعه النهارده يا حبيبتي، فلما يطفوك كلمني. فاحنا هناك. فانا اول ولعه اتخضيت، تاني ولعه اللي هو طب ان شاء الله خير. طب انا النهارده هنط من مش عارفه الدور الفلاني في اوتيل ايه، فاللي هو طب لما يطلعوك من الميه كلمني. طب يعني لما تنزل على الارض كلمني. بالظبط. لا انا قابلت شويه مشاكل بالقصص دي، بس الصراحه مش كل الناس كده، في ناس كويس يعني المتفاهم انت بتعمل ايه هيبقى متقبل قوي. وانت برضو لازم توريه انت بتعمل. انت برضو انت انا مش فريلانسر وقاعد فيعني انت لو البارتنر معاك فاهم ده وشايف انت بتعمل ايه، هو خلاص انت اصلا تبقى. احنا من اكتر ناس بيبقى عايزين سبورت، انت مش تبقى عايز اكتر منه سبورت غير عشان هو يزق. بس انا يعني شفت حكاوي كتير اللي هو طب انت احكي لنا بقى واحده، اكتر واحده كان فيها عبث. بص اللي هو انا بص البنات لما بتشوفك كده الواد ده فنان وفريلانسر، يا لهوي يا لهوي فتى احلامي. ده فتى احلامي. ده انا ايه ده يا ابني، ده فنان وفريلانسر وشعره كيرلي على جنبه، ده داخل بقلبك. ايه ده يا ابني، ده انا مش ممكن. 2 3 شوف لك حاجه تانية. شوف لك حاجه تانية عشان بابا، انا بابا ده مش يعني ليه بابا دايما مش موافق. طب يلا نلعب. يلا نلعب. يلا قول واعمل بقى. يلا بينا. ماشي. فاجئنا. شوف دلوقتي القصه دي بتقول ايه. احنا هنقول الاول صح؟ اوكي. يلا بينا. اديها له. هاتي. انا ايه طيب؟ ايه اوحش نصيحه ليها علاقه بالشغل اتقالت لك؟ اوحش. الشغل ده مش هيعمل لك اي حاجه، انت المفروض تتجوزي تقعدي في البيت وتجيبي عيال عشان هي دي سنه الحياه. نايس. ما عملتيش كده ليه؟ بقول لهم سنه مش فرض. ماشي. تكنيكلي يعني. طب هتسحب تاني؟ لا انا انا بقى صح؟ اللي انتوا عايزين. ماشي. واحده واحده. ايوه واحده بالظبط. عشان فيرن سكوير. ماشي. ايه الحاجه اللي لو غيرتها في نفسك هتشتغل احسن؟ اشتغل لازم اللي هو يعني يبقى عندي اللي هو ثقة بنفسي اكتر، ان انا اطلع يعني انا مش بعرف اتكلم عن نفسي كتير او يعني، فلازم انا اللي اروح للناس او كده
عشان اقول لهم انا بعمل انا ما بعرفش مش بتاعتي قوي، بس حاسس ان أنا لو ده بقيت فيا لان انا اعرف ناس كتير جدا، فانا لو عرفت اعمل ده هعرف اوصل يعني. ايوه فاهم. بس اعمل بقى، ابتدي انت هات بقى، كنت لسه هقول لك كده بقى ايه، عايزه عشان انت بص تلعبي فيها في قرود هنا، فالموضوع يخوف برضه شويه. احنا نصبنا في دور. ماشي خدي. اتكلم عن حلاوه شغلك كانك فود بلوجر. ماشي لذيذه دي. اوكي. تمام. ابص للكاميرا ولا ابص لك؟ عايز زي ما انت عايز. ماشي. لا ابص لك. اوكي. تجربتي في شغلي النهارده، عايز اقول لكم ان الاستريس فيها جوسي جدا. الوقت فيها مقرمش سنه، يعني انت على طول مضغوط، بس تحس كده ان انت اللي هو يعني هتنهار في قرمشه كده هتحصل. الفلوس فيها عامله بالظبط زي لما تجيب بيتزا جبنه وتلاقي فيها فاضيه من جوه كده، هو احنا بيتزا من فوق بس هي تجربه اديها 8 من 10. حلو. اتفضل. اوكي. ايه ده والله انت طيب قوي. يلا عادي. اعمل الدانس موف المفضله ليك وانت قاعد. لو الفروه موجوده كان زمانها يعني بتاعت عم كوريا دي. في الاخر كده طبعا احنا اتبسطنا جدا بيكم، احنا اللي من الحلقات اللي بجد حلوه. في الاخر عايزينكم تقولوا حاجه للفريلانسرز من القلب كده، اللي انتوا عايزين تقولوه. ابدا انت بقى. لا والله ابدا انت بقى، واحنا نفضل نتعازم كده كتير. مش عارف، بس انا عندي حاجه بشوف ان الناس اللي هم عايزين يشتغلوا فريلانس، بشوفها دلوقتي في ناس صغيره، لا انا عايز ابقى فريلانسر. هو مش عايز يشتغل 9 to 5 خالص، بس انا بشوف ان هو الشغل 9 to 5 ده هو مش بيعلمك. انت ممكن تكون اشطر واحد في الدنيا، بس شغلك في مكان بيعلمك ازاي تتعامل مع كلاينت، ازاي تتعامل مع مدير، ازاي تتعامل، بيعلمك حاجات تانية مختلفة غير التالنت بتاعتك اصلا ايا كانت ايه هي. فالحاجات دي انا بشوفها ان هي في ناس كتير قوي بتبوظ لهم شغل كتير جدا فريلانس، بسبب ان هم بسمع دايما اللي هو اصل ده اتيتيود وحش، ما اتعلمش يتعامل ازاي. اتيتيود وحش، ما بيبعت الحاجه في وقت متاخر، فانا بحس ان هو انت لازم تخش في فتره ايا كان، اشتغل سنه، مش هقول لك 10 سنين و6 سنين وحاجه، اشتغل سنه واحده، شوف الدنيا فيها ايه، اعرف السيستم، اعرف تتعامل مع الناس. ده هيعلمك حاجات كتيره جدا قدام في كفريلانسر يعني. بس دي يعني وجهه نظري الصراحه. فاليد جدا. وجهه نظري ان لو في حد فعلا بيقرر يبقى فريلانسر، فيحسبها بس كويس قوي ان هو عاوز يعمل ايه ومش عاوز يعمل ايه، وان هو اول لما يتقال له انت شاطر ما ياخدش انا كلمه شاطر دي خلاص فور جرانتد، علشان هي مش فور جرانتد خالص. انت لو شغال النهارده انت مش شغال بكره، فما تتغرش في نفسك نهائي. انت مش اشطر واحد ومش اشطر حد، ومهما عليت انت مش شاطر ستيل. هي دي الجمله اللي هتخليك كفريلانسر عارف تكمل. صح. دي بالنسبه لي اللي هو انا هتفضل جعان اصلا عايز تتعلم يعني. انا عمري ما وصلت لستاب معينه علشان اقول ايه ده انا حلوه. ولما زمان في ال10 سنين لما قلت ايه ده بجد ده انا شاطر، قعدت 3 شهور ما بشتغلش. فهي بتديك على دماغك. لو كنت بترفضي شغل وكده عشان لا مش برفض شغل، بس اللي هو لا خلاص بقى طالعه الساحل. طب ما خلاص بقى عملت فلوس بقى رايح اصرفها. عايزه اتبسط. بس لا هي مش كده، هي مش كده خالص. هي انت لازم تبقى ديديكيتد من جواك اكتر من الشغلانه بتاعت 9 to 5. 9 to 5 بيحط لك، ده هو اللي بيحط لك حاجات معينه علشان اصلك مش هتقبض ومش هتعمل ومش هتسوي. كفريلانسر انت اللي لازم تعمل ده لنفسك، وانت اللي توافق عليه، وانت اللي تسمح لنفسك انك تكسره او ما تكسروش. لو الموضوع ما خرجش من عندك انت هتفشل كفريلانسر، عشان الناس هتشغلك يوم والتاني التالت لا. بس شكرا يا جماعه.